السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الجلاش بالكريمة بطريقة جميلة جدا، وهتطلع احلى بكتير قوي من بتاع المحلات من غير ما ندهن ورقة ورقة ولا نتعب نفسنا. في ثواني هتكوني عاملاها. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة هعمل الشربات. هجيب كده كوبايتين من السكر، واحط عليهم كوباية ونص من المية، وهشغل عليهم النار، واول ما يغلوا هديهم عصير نص ليمونة ومعلقة عسل جلوكوز. واول ما يغلوا هحسب لهم 10 دقايق، وهطفي عليه وهسيبه يبرد. بعد كده بقى هنعمل مع بعض الكريمة. هنعملها بطريقة جميلة جدا. هجيب معايا 3 كوبايات من اللبن. اهم حاجة كل ده هيبقى على البارد في الاول، مش مولعة النار. 3 كوبايات من اللبن، وهبدأ اضيف عليهم دقيق سميدة اللي هو بتاع البسبوسة، او دقيق سمولينا. هضيف عليهم 6 معالق من دقيق السميد، وهضيف عليهم 4 معالق كبار من السكر. السكر حسب الرغبة، لو حابة تقللي عن كده قللي، حابة تزودي زودي، بس هو المقدار ده مظبوط جدا. هبدأ كده بقى ادوب فيهم كويس قوي، واول ما يدوبوا معايا هشغل عليهم النار. هبدأ بقى كده افضل اقلب فيه لحد ما الخليط ده يتقل معايا. هو اول ما يبدأ يغلي كده بالراحة ههدي النار. زي ما انتوا شايفين بدأ يتقل معايا. هفضل بس ايه يعني هقلب فيه شوية كده لحد ما يبقى القوام بتاعه تقيل معايا. اول ما يبدأ بقى يغلي معايا ويعمل بابلز كده، هقلب بس فيه شوية عشان دقيق السميد يستوي معايا. تمام كده، انا هطفي عليه. بعد كده بقى هجيب معايا لفة من الجلاش، دي وزنها نص كيلو. زي ما اتفقنا الجلاش عشان نيجي نعمله لازم نحطه في فوط عشان بينشف بسرعة. ما تحاوليش تعملي الكريمة وتركنيها، لو عملتيها وركنتيها وبردت مش هتعرفي توزعيها، لازم توزعيها وهي سخنة. انا هبدأ كده هجيب لفة الجلاش واحطها في الصينية اللي معايا. انا معايا الصينية دي مقاس 30 في 40. تقدري تعمليها في صاج او في صينية عادي زي ما انت عايزة. هبدأ كده اقسم لفة الجلاش دي نصين. انا اللفة دي معايا حوالي 16 ورقة، هبدأ اشيل كده منهم 8. ولو في اي ورق معايا متقطع او كده هبدأ كده اضيفه في النص عادي جدا. وزي ما انتوا واخدين بالكم انا ما دهنتش الصينية اي حاجة. هبدأ كده اظبط بس اي ورق معايا متقطع هحطه كده في النص. وبعد كده بقى هبدأ اجيب الكريمة بتاعتي. انا هبدأ اضيف لها بس ظرف من الفانيليا، وهديها تقليبة كده. وبعد كده هجيب عندي الصينية بتاعة الجلاش وهنزل على طول بالكريمة وهي سخنة. زي ما انتوا شايفين كده هتتوزع معاكي بكل سهولة، عكس لو عملتيها وسبتيها تبرد. يعني انت ممكن تجهزي، لو الموضوع مش هيبقى سريع معاكي ممكن تعملي الاول نص لفة الجلاش وتسيبيها في الصينية وتبدأي تعملي الكريمة. بس انا ما بعملش الخطوة دي ليه؟ علشان الجلاش ما ينشفش. هبدأ كده اوزعه في الصينية بس مش هجيبه على الاطراف، يعني هوزعه في النص يكون بالتساوي كده، بس ما اجيش على الاطراف عشان الكريمة ما تخرجش بره وتتحرق مني في الفرن. خلاص كده تمام، وزعت الكريمة كويس قوي في الصينية. بعد كده برضو اي ورق تاني متقطع هبدأ اضيفه كده من فوق. اي حاجة متقطعة عندك حطيها في النص، اهم حاجة الطبقات اللي تبقى من فوق تبقى سليمة. وبعد كده هبدأ اجيب بقى نص لفة الجلاش اللي انا كنت سبتها في الاول. هبدأ كده اظبطها بس على الوش، وهدوس كده على الاطراف انزلها اضغطها بس من تحت عشان اقفل على الكريمة. واي زيادات عندي انا مش عاوزاها هبدأ كده اقطعها بالسكينة واستبعدها خالص.
انا ظبطت الوش، لو كان فيه طبقات كده متكسره على الوش بدأت ادخلها جوه، وشلت طبقتين من جوه كانوا سلام طلعتهم قدام عشان اعرف اقطع الجلاش بتاعي. بعد كده هبدأ كده اقطع بالسكينه، تكون السكينه بس حاميه معاكي شويه. قطعيها بقى بالشكل اللي تحبيه، حابه تقطعيها مربعات، حابه تقطعيها مثلثات. انا هقطع كده نصها مربعات ونصها كده هعملها اللي هي السمبوكسات زي ما انتوا شايفين. انا قطعتها كده بالطول، وبعدين رجعت تاني قطعتها بالعرض عشان تطلع معايا مربعات، والجزء التاني قطعته كده بالراحة سمبوكسات. حاولي بس السكينة بتاعتك تكون حامية عشان ما تغلبكيش في التقطيع. تمام كده، انا خلاص خلصت تقطيع. هبدأ كده بقى اجيب معايا نص كوباية من السمنة، والسمنة البلدي دي احنا سايحناها مع بعض على القناة، لو حد حابب يشوف الفيديو هسيبهولكوا في شاشات النهاية. هبدأ كده اوزع السمنة على كل الفتحات اللي موجودة اللي انا قطعتها. انا عاوزة السمنة تدخل ما بين طبقات الجلاش عشان تبقى مورقة معايا، مفيش اسهل من كده. هتبدأي توزعي بالراحة كده بالفرشة او بالمعلقة على كل الفتحات اللي احنا قطعناها. وطبعا برضو هحط على الاطراف بتاعة الصينية بتاعة الجلاش. كمية السمنة مش كتير ولا حاجة، دول نص كوباية، والسمنة هتدخل جوه كلها وهتبدأ تورق معايا طبقات الجلاش. انا كده خلاص وزعت السمنة كلها. هبدأ بقى ادخلها الفرن على درجة حرارة 200، الفرن شغال من تحت بس، وهسيبها تستوي مع نفسها خالص عشان يطلع معايا مقرمش وجميل. واول ما تطلع تاخد لون احمر كده من تحت، هبدأ اشغل عليها الشواية عشان تاخد لون حلو كده من فوق وتطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده اول ما تخرج معايا من الفرن هبدأ اسقيها بالشربات اللي احنا عملناه البارد. هبدأ اوزعه كده كويس قوي. الشربات طبعا هتكوني عاملاه من قبلها عشان يكون بارد خالص معاكي. الشربات اللي انا عملته انا استخدمت له بالظبط نص الكمية، ما خدتش الكمية كلها، يعني انا استخدمت حوالي كوباية ونص منه. حابة تزودي حابة تقللي براحتك، بس انا كان السكر مظبوط معايا اخدت نص الكمية بس. الجلاش طلع كده حاجة ما شاء الله. انسي اي طريقة انت جربتيها قبل كده وجربي الطريقة دي، وان شاء الله هتعجبك جدا، مش هتاخد وقت خالص معاكي. احلى وانضف بكتير قوي من بتاع المحلات. اتمنى ان انت تجربيه بطريقتي وان شاء الله تعجبك. بعد بقى ما هدي معايا هبدأ كده بقى اقطعه. همشي على الفتحات اللي انا مقطعاها بالسكينة، اسلكه بس كده بالراحة. هطلع حتة عشان اوريكم التسوية بتاعته عاملة ازاي. حاجة كده ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين التسوية بتاعته واخد لون موحد من فوق، التسوية بتاعته من تحت جميلة قوي، بسم الله ما شاء الله. يعني حاجة كده اللهم بارك، يعني ومقرمش، وطعم الكريمة اللي فيه حاجة كده، حاجة وهم. يعني انت هتجربيه مش هتغيري الطريقة دي بإذن الله أبدا. انا عايزاكي تجربيه وتقولوا لي رأيك ايه في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم منه كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير، مع السلامة.